شهدت قائمة 26 لاعبا التي استدعاها مدرب الركراكي لمواجهة كل من الكوت ديفوار وليبيريا بعض التعديلات في تشكيلة منتخب أسود الأطلس مقارنة مع المعسكرات التدريبية السابقة، إذ استبعد أسماء موازنة شاركت في بطولة كأس العالم في قطر 2022 كعبد الرزاق حمد الله، وليد شديرة، جواد اليميق، إلياس شعير، أنس الزروري، ويحيى جبران، وبدر بنون، مقابل توجيه الدعوة للاعبين آخرين أغلبهم غابوا عن منتخب المغرب في الفترة الأخيرة. ووفقا لمعلومات فإن المدرب وليد الركراكي قرر الاعتماد على خطة جديدة من خلال استدعاء أسماء أولمبية بين الفينة والأخرى من أجل إدماجها بشكل تدريجي في مشروعه الطويل النفس لتكوين مجموعة متجانسة للمستقبل. وفي هذا الإطار كشف مصدر من الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي عن أن استدعاء أسامة العزوزي لخوض مباراتي ساحل العاج وليبيريا ما هو إلا خطوة أولى لفتح باب المنتخب أمام أسماء جديدة تتألق برفقة عدد من الأندية الأوروبية، وذلك سعي منه إلى تكوين الخلف القادر على حمل مشعل التألق بعد بطولة كأس إفريقيا 2024، وبالتالي التفكير من الآن في بطولة كأس العالم 2026. وذكر المصدر قائلا: يريد المدرب الركراكي اختبار بعض اللاعبين قصد الوقوف على مدى جهوزيتهم لتعويض 4 لاعبين على الأقل بعد كان 2024، ولربما تكون هذه البطولة الأخيرة بالنسبة لعدد من نجوم منتخب المغرب. وحول مصير اللاعبين المبعدين عن المعسكر التدريبي المقبل، أكد المصدر نفسه أن المدرب الركراكي ربما يمنح فرصة أخيرة لعبد الرزاق حمد الله، جواد اليميق، ووليد شديرة. وذكر في المقابل أن عمران لوزة وأنس الزروري وإلياس شعير يواجهون خطر الاستبعاد من بطولة كأس إفريقيا إذا لم يجتهدوا أكثر بغية إثبات أحقيتهم بارتداء قميص منتخب المغرب، ولا سيما في ظل بروز أسماء جديدة. وتابع المصدر ذاكرا: يتجه الركراكي إلى تجديد دماء المنتخب المغربي بنسبة كبيرة بعد كأس إفريقيا في ساحل العاج 2024، رغبة منه في خوض تصفية مونديال 2026 بأسماء شابة قادرة على تقديم الإضافة لمنتخب أسود الأطلس خلال السنوات القادمة، وتحديدا في بطولة كأس العالم 2030.